طبعا عكس كل التوقعات، إدارة ريال مدريد قرروا بأنه كارلو أنشيلوتي هو اللي راح يبقى مدرب ريال مدريد لموسم آخر طبعا. لكن كارلو أنشيلوتي عنده شروط، بعض الشروط واللي هم فيرلون ميندي يبقى بالنادي، ويجيبون لاعب ظهير أيمن، ويجيبون لاعب وسط، ومن ضمن الشروط يجددون عقد لوكا مودريتش، ويجيبون لاعب بديل لكريم بنزيما. بصراحة أنا ما توقعت هالشيء بعد خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي. توقعت أنه إدارة ريال مدريد راح ينهون عقد كارلو أنشلوتي، ويبدون يشوفون مدرب المناسب للمرحلة القادمة. يعني كنت أتوقع مورينيو أو سيدان أو كونتي، لكن اللي صار عكس كل التوقعات. كارلو أنشلوتي راح يستمر ويا النادي الموسم الآخر. اللي عيب اللي بهذا المدرب، واللي هو عنده خطة واحدة ويمشي بيه طول الموسم، هو اعتماد على المرتدات. يعني قدام مانشستر سيتي ما عنده كان أي حلول، ما قدر يفك الحصار اللي وضعها سيتي بخط وسط. حلوله قليلة بهيج مباراة، يعني بهيج مباراة مقفولة من يصير ضغط عالي من فريق المنافس على ريال مدريد ما عنده حلول. هو هذا عيبه، لكن هو مدرب عنده خبرة ومدرب ممتاز، والكل يعرف يعني عنده أبطال ويا ميلان ويا ريال مدريد. بس طريقة تعامله ويا المباراة كلاسيكية قديمة. حاليا أغلب المدربين واللي هم جدد عندهم طرق هواية، مثل أرتيتا، بيب جوارديولا، دي زيربي، لاعب عفوا مدرب نادي برايتون، تينهاج، زيدان أيضا كان عنده حلول هواية، ومورينيو تقريبا طريقته نفس طريقة كارلو أنشيلوتي، بس عنده خبرة ببناء الفريق من جديد، وهذا اللي يميزه يخليه بالمستوى العالي. أنت تشوف روما جابهم من وين لوين. مدرب ذكي يعني صراحة. فبالتوفيق إن شاء الله لكارلو أنشيلوتي وجماهير ريال مدريد. لا تنسون اللايك والاشتراك.